في اسكتلندا عايش فلاح فقير اسمه فليمنج، كان عايش في حاله شديده جدا من الفقر، بس ما كانش بيشتكي ولا بيتكلم، بس كان كل همه وخوفه على ابنه الصغير. وفي يوم الفلاح ده في احد المراعي سمع صوت كلب بينبح بطريقه غريبه وباستمرار، فالفلاح ده جري وراح بسرعه ناحيه صوت الكلب، ولما وصل لقى طفل غايص في بركه من الوحل. الفلاح ده ما فكرش وقفز بهدومه في بحيره الوحل دي ومسك الطفل ده وانقذ حياته. وفي تاني يوم راجل باين عليه علامات النعمه والثراء، الفلاح اندهش طبعا من ان الراجل الغني ده جاي له في بيته الحقير، بس الفلاح ده عارف ان ده والد الطفل اللي انقذه. الراجل الثري ده قال له لو فضلت اشكرك طول حياتي مش هقدر اوفي لك حق، لاني مدين ليك بحياه ابني، فاطلب اللي انت عايزه من مال ومجوهرات. الفلاح قال له يا سيدي انا ما عملتش حاجه غير اللي يمليه عليا ضميري، فابنك هو ابني، كان ممكن يتعرض لنفس الموقف. الراجل الثري ده قال له طالما ابني زي ابنك فانا هاخد ابنك وهتكفل بكل مصاريف تعليمه لغايه لما يكبر. طبعا الفلاح فليمنج طار من الفرحه لان اخيرا ابنه هيتعلم في مدارس العظماء. هو في الحقيقه الصبي ده كبر وبقى عالم، لان الصبي ده هو الكسندر فليمنج مخترع البنسلين سنه 1929.